اول مره تكلمني بالشكل. ما تزعلش منها يا رأفت، الشغل شغل، وبعدين هي أضرب مصلحتها. ومصلحه الناس يا عم حسين. يا أخي كل واحد عنده عقل بيفكر بيه، وبعدين أنا قلت لك قبل كده أنت مش هتصلح الكون. اهلا يا علوية، اتفضلي. أنا آسفة، يظهر إن أنا جيت في وقت غير مناسب. لا لا لا، ده عم حسين جارنا واعز اصدقائي. مدام علوية اختي. أهلا وسهلا، تشرفنا. أهلا يا فندم. طيب استأذن أنا، مش عايز حاجة؟ انا متشكر قوي يا عم حسين. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا علوية، ازيك؟ وزي هالة وعبد الهادي؟ الحمد لله. أنت طبعا مستعجب لمجيتي دي ونفسك تسألني أنا جاية ليه، ها؟ ازاي تقول كده يا علوية؟ ده انت تشرفي في اي وقت. عن اذنك اعمل لك شاي. لا لا لا، مفيش داعي. أنا جايبه لك الفلوس دي، خد. فلوس ايه دي؟ عدها. هي بتاعت ايه؟ هو المحامي يخلص حسابات التركه؟ لا، تركة إيه؟ تركه المرحوم بابا. لا لا لا، ده موضوع تاني. موضوع تاني ازاي يعني؟ أنا جايبه لك ال1000 جنيه دول علشان تجهز نفسك للسفر. انا مش مسافر يا علوية. ايوه، بس يعني انا شايفه ان واحد زيك وفي مركزك وعنده الشهاده بتاعتك دي كدكتور مش معقول يضيع وقته في حاجات صغيره ويشتغل في بوتيك. ها. انا لما سوسن قالت لي ما قدرتش اصدقها، قلت لها مش ممكن، ما قدرتش اصدق اللي بتقوله ده. قلت لها ده لا قال لنا ولا استشارنا ولا اي حاجه. طبعا انا ما قلتلهاش الكلام ده ابدا، بس بيني وبين نفسي قلت لا يمكن، لا يمكن، ده حرام. بس انا مبسوط كده يا علوية، على الاقل شايف الدنيا. وهي دي دنيا؟ ده واحد في مركزك كان زمان بقى عنده فلوس ورصيد كبير في البنك وعربية وشقة بحقه حقيقي، ده غير العمارات وعزب ومزارع. بس انا ما بدورش على الحاجات دي، وانت عارفه كده كويس يا علوية. ايوه، بس انت اخويا وانا تهمني مصلحتك، وعايزاك تعيش عيشة حلوة تعوض السنين اللي فاتت دي كلها. يعني علشان كده يعني انا فكرت انك تروح في بلد عربي وتحوش لك قرشين، وعبد الهادي بيعرف ناس كتير هناك وممكن يدبر لك عقد بمنتهى السهوله. فكره دي مش كده؟ فكرة. انا كنت متاكده ان الفكره هتعجبك. لا انا مش مسافر يا علوية. ليه؟ انت ليه عايزة تتخلصي مني؟ كل تفكيرك ازاي تخلصي مني. كل السنين اللي في المصحة وانت رافضة ان اخرج. حتى بعد ما خرجت مش عايزة تستقبليني في بيتك، زي ما تكوني ما تعرفينيش. ووافقت، قلت يمكن ده يريحك. جاي النهارده عايزاني اسيب البلد كلها. ليه يا علوية؟ انا عملت فيكي ايه؟ انت ليه بتقول كده؟ طب ده انا كل اللي بعمله ده علشان مصلحتك. لا مش باين يا علوية. اتفضلي فلوسك اهي. انا مش هسيب البلد، واذا سمحتي اتصلي بالمحامي بتاعكم، خليه يخلص الاوراق عشان عايز استلم بقيه ميراثي. انا مش ممكن استنى اكتر من كده. عارف ده معناه ايه؟ معناه انه يجي هنا ويعمل لنا حبتين الجنان بتوعه ويطالب حقه بالميراث. لا، انا خلاص زهقت. أرجوكي وطي صوتك، أرجوكي يا علوية، إحنا هنا في المكتب، وأنا مش فاهم عملتي كده ليه؟ إيه اللي يخليكي تروحي له يا علوية وتستفزيه؟ ما كان نسي خلاص حكاية الميراث. نسي؟ هو ده ينسى حاجة؟ اهدي اهدي. مش كفاية إنه طير مننا عمرو؟ أنا كل ما أفتكر الحكاية دي الدم يغلي في دماغي. أرجوكي يلا إحنا نروح ونتناقش في البيت. هنا في المكتب مش ممكن هنعرف نتناقش. وبعدين يا سبق قلت لك 1000 مرة افصلي كويس قوي ما بين حكاية عمرو
ورأفت. لا بقى، انت هتنقطني بهدوءك ده. اسمع ما اقول لك، انت تشوف لي حل في المشكله دي حالا دلوقتي، لاني انا خلاص مش قادره استحمل بقى. طب يعني يكون فين هو دلوقتي؟ عند سوسن؟ معرفش. الو رأفت. ايه يا راجل ما بنشوفكش ليه؟ انت مخاصمنا ولا ايه؟ ها؟ لا لا ابدا، انا كنت بفكر فعلا اجي لك النهارده او بكره. طيب يا سيدي، بالليل برضه يكون احسن. ايه؟ طبعا بعد ما تخلص شغل. على فكره بقول لك ايه، المحامي وعدني هيجيب لي الملفات بتاعت الورق بتاعك وبتاع الميراث ده بكره الصبح. ايوه، فبقول تيجي يعني عندنا هنا في الفيلا اهو، نشوف بعض ونقعد ندردش شويه، وبالمره تطلع على الحاجات اللي انت عايز تشوفها. ماشي؟ تعال. مع السلامه يا حبيبي. ايه ده؟ كمان عايز تجيبهولي البيت؟ استحملي شويه يا علويه، استحملي. احنا في البيت ممكن ندردش شويه وناخد راحتنا اكتر. غير كده انا عايز حاجه مهمه قوي، عايزك تستقبليه احسن استقبال. ايه مالك؟ عبد الهادي قالك حاجه ضايقتك؟ حاسس ان هما بيدبروا لعبه جديده. تحب اجي معاك؟ لا خليك انت بعيد يا سوسن، خليك انت بعيد. انا عارفاك من زمان بتحب الجاتو اللي بالشوكولا، علشان كده جبتهولك. ده صنف حلو قوي. على فكره يا هلا، انا بستمتع جدا بترجمه الكتاب اللي انت اديتهولي. قربت اخلص الجزء اللي انت عايزاه، ان شاء الله بعد بكره يبقى جاهز. بالسرعة دي يا خالو؟ أنا لو أعرف الحكاية دي من زمان كنت اديتك شوية أبحاث طلعت عناية في ترجمتها. اي حاجه عايزاني اساعدك فيها انا مستعد. ميرسي أوي يا خالو. عارف يا خالو الترجمة اللي أنت بتعملها لي دي هصور منها 12 نسخة عشان زمايلي في الكلية. شوف بقى كام دعوة حلوة هتاخدها. يلا هلا اطلعي اوضتك بقى، عشان انا عايز خاله رأفت في موضوع مهم في المكتب. مش هتمشي قبل ما أسلم عليك. ضروري يا هلا، ضروري ان شاء الله. اتفضل. حصلين علوية. حاضر. نبتدي بالأول. بداية مرض والدك وفترات دخول المستشفى. طبعا في الأول احنا اللي كنا بنصرف، وبعدين خصمنا المصاريف دي. كله مثبوت ومدون هنا. يعني عندك مثلا في يوم 12/10 عملنا له كونسولته في البيت من 3 دكاترة، أسمائهم مكتوبة هنا. كل واحد فيهم خد فيزيته 20 جنيه، يبقى الحساب 60 جنيه. في نفس الليلة تم دفع مبلغ 24 جنيه ونص أدوية. وبتاريخ 17/10 اضطرينا ننقله المستشفى، حجزنا له أوضة درجة أولى ممتازة طبعا.
ما تضيعش وقتك يا عبد الهادي. قول لي انا مديون لك بكام؟ لا، أنا مش بضيع وقت يا دكتور، ده حقك. ممكن تاخد الدفاتر دي تقراها على مهلك في البيت عندك، متدون فيها كل حاجة. تقدر تاخد كمان المستندات تراجعها والفواتير. يا عبد الهادي انت عايز ايه بالظبط؟ أنا شخصيا مش عايز حاجة يا دكتور، بس عايز كل واحد يعرف حقوقه، وعايزك كمان تتأكد إن موقفنا كان صح. انا عرفت موقفكم مع اول يوم جيت هنا. انا تعبان لازم امشي. طب أنا عملت نسخة على كل حال من الدفتر ده ومن الفواتير كمان. تحب تاخدها معاك ولا ابعتها لك البيت؟ ها؟ قالوا الشقيق بيمص دم الشقيق، والناس ما هيش ناس بحق وحقيق. قلبي رميته وجبت غيره حجر، ده بالحجر ورجعت قلبي رقيق. عجبي. لا يا رأفت أرجوك، أنا ما بحبش أشوفك كده أبدا، حتى الزباين يقولوا علينا إيه. حاضر، أول ما يدخل أول زبون هبتسم له. ده أنت النهاردة بالذات هتبقى مسؤول عن البوتيك، تستقبل الزباين وترحب بيهم وتبيع لهم وتحاسبهم. ليه؟ أصل أنا في الحقيقة عندي مشوار مهم قوي في بورسعيد. البضاعة وصلت للتوكيل اللي أنا باخد منه ولازم أسافر استلمها. بس أنا ما أقدرش أقعد في البوتيك لوحدي، يمكن أتخانق مع أي زبون أو ما أنت عارفة. طب يرضيك إن أنا أقفل البوتيك النهاردة؟ لا طبعا يا سوسن. طب نتصرف إزاي بس؟ إذا كنت مسافرة عشان تستلمي بضاعة أنا ممكن أسافر بدلك. أنت؟ أيوة، قولي لي أعمل إيه بالحرف الواحد وأنا هعمله. حاجة بسيطة قوي، هتروح للتوكيل اللي أنا بتعامل معاه وأدي عنوانه 4 شارع عبد الحميد لطفي بورسعيد. هتستلم البضاعة وتطبقها على الفواتير. هم هيطلعوا معاك واحد يخلص لك الجمرك ويركبك تاكسي وتيجي بس كده. ايه راح فين؟ من هنا يا استاذ رأفت، انت اول مره تيجي هنا ولا ايه؟ تقريبا. لو سمحت اتفضل. طب يا فندم شرفت بورسعيد ومع الف سلامه. الله يخليك. مع الف سلامه يا فندم. شرفت بورسعيد. مع السلامه. بعده كلها ملابس مستعمله. لو سمحت. جديده. اسكت انت. دي ملابس جديدة شارينها عشان البوتيك. قلت لك اسكت انت. يا كم تجاري هناخد رسوم ومثل رسوم غرامه 532 جنيه 72 قرش. اتصرف انت بقى. استنى لما نخلص الجمرك. ما دام عملت جدع خلاص ادفع انت. كده يا سوسن، أنا تعملي فيا كده؟ أتبهدل وتطلعيني مهرب؟ أنا أساسا تبعيني عشان شوية فساتين وبلوزات؟ أنت فاهم غلط يا رأفت. ده أنت أكتر واحدة تعرفيني، إحنا متربيين مع بعض. فتحت لك قلبي وعالي، تصورت إنك حاسة بيا واقفة جنبي. يا خسارة. أنا يا رأفت أنت فاهم غلط. أنا ضحيت بأجمل سنين عمري عشان صممت أقول الحقيقة. دفعت الثمن من مستقبلي. كان ممكن من 11 سنة أكتب شهادة الوفاة للقتيل اللي عايزين أطلع له تصريح بالدفن، لكن رفضت، قلت كلمتي. حتى بعد ما اتقلبت الدنيا عليا ما تراجعتش ودفعت أفظع ثمن. 11 سنة من بداية حياتي، 11 سنة كل يوم لا له أول ولا آخر.
لكن ما ندمتش على الحق ابدا. بعد كل ده عايزاني اهرب لي شويه فساتين وبلوزات؟ معقوله ازاي؟ كفايه يا رأفت، كفايه، ارجوك تسمعني لانك فعلا فاهم غلط. غلط؟ انت هتفهميني ايه هو الغلط وهو الصح؟ محدش طلب منك انك تروح بورسعيد، انا طلبت منك انك تروح. انا رحت عشانك، شايفك تعبانه لوحدك هنا، قلت اساعدك اقدم لك خدمه، يبقى ده جزائي؟ انت السبب. انا فهمتك قبل ما تسافر طريقه شغلنا، قلت لك ان في واحد من توكيلنا في بورسعيد هيطلع معاك الجمارك يخلص البضاعه. انت اللي بوظت الدنيا، اللي يخليك تقف قدام موظف الجمرك وتقول له البضاعه ملابس جديده مش مستعمله. انت مالك؟ حد كان طلب رايك؟ عايز انا ابقى حرامي؟ انا مش فاهمه انت بتجيب الكلام ده منين؟ ايه حرامي دي ومش حرامي؟ يا اخي دي طريقه شغلنا. سرقه يعني؟ يوه، الكلام معاك ما بقاش يجيب نتيجه. ممكن اشوف البلوز المعروض؟ لو سمحت، مفيش بيع النهارده، اتفضل. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت ازاي تقفل البوتيك وتطرد الزباين؟ انا لازم افهم ايه اللي قلتيه دلوقتي. احنا مش هنخلص ولا ايه؟ من فضلك افتح الباب خليني اشوف شغل. والبهدله اللي اتبهدلتها امبارح ونظرت الاحتقار ليا في الجمرك، كل ده ملوش قيمه عندك؟ الموضوع انتهى وخلاص. الجمارك ودفعتها، الغرامه ودفعتها، سامح وخليته يسيب شغله ويروح يجيبك بعربيته لغايه هنا. المطلوب مني تاني عشان اعمله؟ لا ولا حاجه، كتر الف خيرك. يعني الخدمه اللي حضرتك حبيت تقدمها لي كلفتني 550 جنيه. ده حق الحكومه. وانت بقى حضرتك محامي الحكومه؟ لو سمحت اوعي تكلميني بالاسلوب ده. انا ما بقتش فاهمه يا رأفت اكلمك بانهي اسلوب. انا نفسي افهم انت عايز توصل لايه. انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل حواليا. انا عارف ان كل حاجه في الدنيا اتغيرت، لكن المفاجاه المؤسفه انك انت كمان اتغيرتي. انا ست عمليه، بشتغل في السوق، لازم احمي نفسي. تحمي نفسك على حساب الناس؟ الحاجه اللي تستاهل جنيه تبيعيها ب3 و4 وتهربي من الجمارك وتدخلي في مشاريع وصفقات مع سامح بيه وتعملي دفتر خاص للضرايب، كل ده عشان تحمي نفسك؟ ممكن تقولي لي يا سوسن هي فين نفسك دي اللي انت عايزه تعمليها بعد كل ده؟ من فضلك يا رأفت تبطل تكلمني بالمثاليات بتاعتك، وارجوك تفتح باب البوتيك لاني لازم اشوف شغلي. كفايه قوي الوقت اللي ضاع. انا ماشي يا سوسن، بس مش هتشوفيني تاني. وبعدين كل السكك اتقفلت في وشي، حتى سوسن الحلم الجميل انتهى نهاية مؤسفة.
ليه يا رأفت؟ كل حاجة حلوة تضيعها من ايديك. مش معقول كل الناس غلط وانت لوحدك اللي صح. بس انا ما عملتش حاجة غلط، لكن اكيد فيا عيب. قالوا لي انا مش طبيعي، قالوا لي انا مجنون. اللي يكلم نفسه في المراية يبقى مجنون. هم قالوا لنا كده واحنا صغيرين، اللي يكلم نفسه في المراية يبقى مجنون. انا اكيد مجنون فعلا. نظرات عينيهم بتقول كده. حتى سوسن وهي بتكلمني كانت خايفة مني، كان نفسها تخلص مني بأي طريقة. وأنا أكيد مجنون، أنا أكيد مجنون، أنا أكيد مجنون. لا يا رأفت لا، انت سليم تماما. لا يا دكتور هشام، أنا مريض ولازم أتعالج. وانا بأكد لك انك مش مريض. أنا عارف نفسي كويس. حضرتك بتجاملني ومش عايز تقول لي الحقيقة. مفيش في الطب مجاملة يا دكتور. أنا مش دكتور. حتى لو حاولت تهرب من الحقيقة دي، ما تحاولش تهرب من كل الحقائق التانية اللي حواليك. أنا مش بهرب، أنا مش قادر أستمر. كل حاجة دخلتها فشلت فيها، مفيش شغلانة نجحت فيها. انت مش بتفشل، انت بتكشفهم على حقيقتهم. وإيه الفايدة؟ هما بيستمروا وأنا اللي بخسر. أنا خسرت كل حاجة، خسرت كل اللي حواليا. دي خسائر مؤقتة. أنا تعبت، أنا تعبت. ومين قال إن الحياة رحلة سهلة؟ أبدا. بس كل مرة بتنتصر فيها بتحس بمعنى التحدي والإصرار وحلاوة النصر. قوم اتفضل. على فين؟ الزيارة انتهت. حتى أنت كمان زهقت مني. لا يا رأفت، أنا ما زهقتش، بس أنا مش عايزك تضيع وقتك. كل دقيقة في الحياة وليها تمن. أنا ما بشتغلش في أي حاجة دلوقتي. واحد زيك في ذكائك وكفاءتك ضروري هيعرف يلاقي الشغل المناسب ليه. على العموم أنا مستعد أدور معاك على شغل، بس أنت فكر معايا. ممكن تكتب لي على مهدئ أقوى من اللي باخده؟ مفيش أدوية خالص. أنت الحمد لله كويس جدا، ومش معقول هتفضل طول عمرك عايش على الأدوية المهدئة. ارميها كلها على مسؤوليتي. مع السلامة.